السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك على الجميع. هنبدأ النهاردة سلسلة بداية التأسيس 4 سنين في مادة الحساب كي جي 1 وكي جي 2 بالتفصيل إن شاء الله. معاكم مستر محمد صلاح وقناة مستر محمد صلاح تتمنى لكم التوفيق. هنبدأ النهاردة إن شاء الله يا جماعة بداية تأسيس الحساب لكي جي 1. هنبدأ بالعدد واحد. هنبدأ بالعدد ايه؟ واحد. اول حاجة احنا بنشتغل على السبورة بتاعتنا، هنشتغل بس على سبورة كده كلها مربعات الاول. تمام، يعني انت لما تيجي تجيبي لابنك او لبنتك هتبقى كراسة مربعات. هناخد النهاردة مثلا زي ما احنا بنقول العدد واحد. انا همشي معاكم خطوة بخطوة لحد ما الطفل يتأسس ان شاء الله. العدد واحد. العدد ايه؟ واحد. يعني ده العدد واحد. انت بقى تقعد معاه مثلا تقول له اكتب العدد واحد اكتر من مرة، يعني يكتبه في المربعات كلها. انا هنا عشان بس المربعات صغيرة، يعني اقول له دخل واحد جوه المربع. واحد 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 واحد. يكتب معاكي الصفحة دي كلها مثلا كلها وحدات 1 بالانجليزي، عشان برضو الناس اللي بتاخد ماس. هنأسس ان شاء الله اطفالنا عشان يبقوا حاجة كويسة ويبقوا متمكنين في بدايتهم، عشان مفيش حاجة تقف قدامهم ان شاء الله لما يكبروا. تمام. العدد واحد. هناخد السلسلة دي ان شاء الله يا جماعة، هتبقى سلسلة بالتفصيل. هنبدأ من عدد واحد لحد ان شاء الله ونكمل لحد العدد 10 وتمارين على كل عدد، عشان برضو الطفل يبقى فاهم. اهم حاجة ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لنا اعجاب بالفيديو عشان يوصل لك كل جديد. يلا نبدأ بقى ناخد تمارين عن العدد واحد. يعني انت اول حاجة هتكتب له كده العدد واحد في صفحة المربعات. تكتب له مثلا هنا واحد. واحد في كل مربع واحد، وتخليه يكتب الصفحة كاملة. تعال بقى ناخد تمارين. تمارين بيقول لك ايه بقى؟ تمارين على العدد واحد. يعني مثلا هنا بيقول لك اكتب العدد واحد. يعني اكتب العدد ده. هنشوف اهو، اكتب بس عشان تبقى الخط واضح. اكتب العدد ده. عندي كام شكل؟ الشكل ده واحد ولا اتنين؟ عدده كام؟ يعني الشكل ده عندي كام شكل منه؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ لا، دي واحد. ما عنديش الا قدامه الا الشكل ده. طب اكتب العدد ده. عندي كام نجمة؟ نجمة ولا نجمتين ولا تلاتة؟ عندي واحد. عندي نجمة واحدة. فانت برضو اديله تمارين وفهمه. هناخد برضو مثال كمان. بيقول لك ضع دائرة حول العدد واحد. ضع دائرة حول العدد واحد. عندي واحد، اتنين، اربعة. ما بقول لك بقى ضع دائرة حول العدد واحد. فين العدد واحد هنا في الارقام دي؟ اهو. هم ضايعين عليه دائرة، وانهم ضايعين عليه وضعين عليه دائرة. تمام. انت لازم تمشي معاه خطوة بخطوة عشان يتأسس صح، وان شاء الله ابنك يبقى حاجة كويسة في مادة الرياضيات ويبقى فاهم تأسيس كويس. تمام. بيقول لك برضه يمكن يديك مثال تاني. يقول لك اوصل كما بالمثال. عندي واحد اهوت، وعندي هنا نجمة، وهنا نجمة، نجمتين. اما اجي اوصل الواحد ده اوصله بدي ولا بدي؟ مسح دي.
اوصله بدي. ممتاز. تمام يا جماعة، درس سهل وكويس وبسيط. مش هنحاول نزود مدة الحصة عن 7 دقايق بالكتير ان شاء الله، عشان يبقى الطالب فاهم ومحدش يمل ان شاء الله. طيب بيقول لك هنا ايه برضو؟ اختر العدد 1. اهم حاجة ما تنساش تعمل لنا اشتراك لقناتنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ما هو جديد في عالم الرياضيات. اختار، بيقولك ايه؟ اختر العدد ده مثلا. ده عندي ايه؟ نجمة. يعني النجمة دي عندي كام نجمة؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ عندي نجمة واحدة، يبقى هاخد الناتج ده. يعني بقولك اختر العدد ده، عندي كام نجمة؟ هي نجمة واحدة، فأعلم عليها واللي هي 1. وكده ان شاء الله تكون حصتنا النهاردة يا جماعة انتهت مع العدد 1 وتمارين عليه. اقولك بقى بعد كده هنبدأ مع العدد 2 في حصة جديدة. اهم حاجة يا رب يكونوا كل فهم، واللي عنده اي استفسار او اي حاجة عايز ياخد تأسيس معانا ما عندناش مانع يراسلنا. هسيب لكم صفحتنا في الديسكريبشن برضو، ويخش على جروبنا على الفيسبوك، عاملين جروب تأسيس عشان الكل يستفاد. قناة مستر محمد صلاح تتمنى لكم التوفيق، ويا رب رمضان كريم مبارك على الجميع وعلى الأمة الإسلامية. ما تنساش تعملنا اشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش تعمل آخر حاجة إعجاب للفيديو واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.